السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل جلاش باللحمه المفرومه وفطير مشلتت. حبيت اعمل لكم الوصفتين في فيديو واحد. هنا قطعت بصلتين كبار وقطعه زبده. هشوح كده البصل شويه، بعد كده هنزل بالفلفل والطماطم. ساعات بحط لها فلفل وطماطم وساعات لا، بس الفلفل والطماطم بيدوها طعم حلو. خصوصا بقى لو عندك فلفل الوان، بس اليوم ده ما كانش عندي فلفل الوان، كان عندي فلفل اخضر. فضفت فلفل اخضر وطماطم. لو انتي برضو عندك كمية اللحمة قليلة زودي البصل والفلفل والطماطم، هتزودي الكمية وفي نفس الوقت يبقى طعمه حلو. انا النهاردة مش عشان ازود الكمية، انا هعمل نص لحمة مفرومة. انا بس ضفتهم عشان يبقى الطعم حلو يعني. بس قبل كده على القناة كان عندي ربع لحمة مفرومة. ضفتلها فلفل الوان وطماطم وبصل. ما شاء الله الكمية زادت وعملت احلى صينية مكرونة، صينية كبيرة وكان طعمها ما شاء الله تحفة. هنا حطيت ملح وفلفل اسمر. حابه تحطي اي بهارات بتحبيها حطيها. نقلب فيها كده واحنا واقفين، ما بتاخدش وقت خالص في السوا. والجلاش بقى من الاكلات الخفيفه والسريعه اللي ما بتاخدش وقت. خصوصا بقى لو انت عامله عزومه اعملي صينيه جلاش باللحمه، صينيه جلاش بالجبنه. ما شاء الله في التقديم بيبقى شكل حلو، كلنا بنحب الحاجات دي. هنا بقى سيحت الزبده، حابه تعملي بسمنه بزبده بسمنه فلاحي طبعا ما شاء الله بتبقى حلوه، بس المتاح عندنا بنعمله. انا عندي زبده، فهندهن كده الصينيه زبده، وكل ورقه ورقه هندهنها زبده. هو اساس الفطير والجلاش سمنه. لازم يعني تدهنيه سمنه كويس او زبده علشان يطلع مورق معاكي وطعمه حلو. وبنطلع الصينيه سخنه، بتصفيها السمنه زياده بتتصفى عادي. هنا بقى الجلاشه عريضه شويه عن الصينيه، فبتنيها مره من الجنب ده ومره من الجنب ده عشان ما تبقاش ياما واطيه وياما عاليه. هاتم بقى نص الورق كده، بعد كده هحط اللحمه واعمل النص التاني. انا عملت على القناه كذا مره فطير باللبن وفطير مشلتت وفطير باللحمه المفرومه وبالجبنه. ان شاء الله بقى مره كده هعمل لكم العجينه، وهعمل يعني فطير مشلتت بالعجينه مش بالجلاش. انا ما عملتش فطير قبل كده كعجن يعني وفرد وكده، دايما بعمله بالجلاش وبيطلع نفس الطعم وما شاء الله بيبقى طعمه حلو. اوفر كتير من نجيبها من بره. انا بسمع اسعار غاليه جدا الفطير اللي بره، 285 و300 واكتر من كده كمان لما يبقى بالحشو. لا طبعا انتي اعملي كل حاجه في البيت على قد ما تقدري، عشان الاسعار كلها دلوقتي كل حاجه بقت غاليه. فنحاول على قد ما نقدر كده نعمل حاجات في البيت ونتعلم. والحاجه والله ممكن تعمليها لاول مره وتطلع جميله وبتظبط معاكي. انتي بقى مستصعبه ان انتي تعجني بقى وتفرجي وكده، هاتي الجلاش اعمليه سهل عليكي وما شاء الله بيطلع نفس الطعم. يعني هتجيبي كيلو الجلاش ب40 جنيه هيعملك احلى صينيه فطيره مشلتته وما شاء الله هتبقى جميله. يعني كيلو واقف عليكي ب40 جنيه وعندك السمنه في البيت. يعني هتجيبي مثلا 40 جنيه ولا هتجيبي بقى ايه 300 بقى ومتينات. لا انتي اولى بالفرق الكبير ده. وتحاولي برضو تعجني وتعملي وهيطلع جميل معاكي. موضوع بقى مجاش معاكي مثلا او صعب عليكي اعملي بالجلاش. انا دايما بستسهل وبعمل بالجلاش، بس ان شاء الله هجربه معاكم وهقولكوا على النتيجه. عارفه ممكن تخشي اول مره المطبخ تعملي اكله لاول مره هتظبط معاكي وما شاء الله تبقى طعمها حلو، احسن من اي حد عملها كذا مره. انتوا خشوا سموا الله بس كده، والبنات اللي لسه ما اتعلمتش يعني الاكل وكده سموا الله كده وحبوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها هتطلع جميله معاكم. لكن بقى لو داخله بقى تعملي حاجه كده وانتي مش حباها، طبيعي مش هتطلع حلوه. هنا خلاص بقى كنت قطعتها وهدهن وشها زبده، وهحط لها كوبايه لبن صغيره. شويه اللبن دول بيفرقوا في الطعم بيخلي طعمها حلو. ممكن تسويها كده من غير لبن هتستوي هتبقى كويسه، بس شويه اللبن بقى ايه بيخليها ما شاء الله كده طريه من جوه كده ومقرمشه من بره. الطعم يعني شويه اللبن بيضاف حته تانية بيخلوها طعمها ما شاء الله لذيذ وحلوه. في حاجات كده بتبقى صغيره تكات كده في الاكل لما بتحطيها بتفرق كتير في الطعم. يعني كوبايه لبن صغيره يعني ممكن تضيفي، يعني ممكن تحطيهم وممكن ما تحطهمش، بس بيفرقوا في الطعم. الاكل ده لازم تخشي كده تعملي الاكل وانتي حابه الموضوع، والاكل ده يعني اما بتطبخي كده الاكل ده مزاج
وحب، يعني انتي تحبي تعملي اكل هتخشي تعملي تطلعي احلى اكل هتطلعيه. لكن انتي مش حابه الموضوع اصلا، لو انتي حتى شطوره وبتعرفي تعملي وانتي مش حابه الحاجه هتطلع مش حلوه معاكي. اهم حاجه بس قبل ما تخشوا تعملوا بقى ايه، نكلم البنات برضو لسه بتتعلم، اهم حاجه النظافه والنظام. تخشي المطبخ بتاعك كده مرتب ومواعينك نضيفه، الحوض فاضي مفيهوش حاجه يبقى نضيف كده وانتي بتغسلي الاكل فيه. حاجه مرتبه حواليكي. لو بتعملي اكله صعبه بقى، مفيش اكله صعبه بس مثلا زي المحشي حاجاته كتير، عندك عزومه عندك حاجه والدنيا نضيفه حواليكي مش هتحسي بيها. لكن المطبخ بقى مكركب فيه مواعين في الحوض وداخله تعملي اكله بسيطه، لو هتعملي حتى شويه مكرونه وتحمري بطاطس هتحسي ان انتي نفسيا متضايقه وفي كركبه حواليكي، فمش هتعرفي تظبطي الحاجه. عكس الدنيا ما تبقى مرتبه ونضيفه كده. يعني اهم حاجه يا بنات كده اتعلموا ايه في بيت باباكم ومامتكم كده كل حاجه، عشان في بيتكم تبقوا منظمين كده وعارفين تعملوا كل حاجه. هنا بقى الفطيره المشلتت بعمله بالطريقه زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله بتطلع مدوره كده ومورقه وجميله. هنا بقى نص الجلاش ده كيلو جلاش، عملت نص كيلو كده في الصينيه وده النص التاني. لقيتها متقطعه حاجات بسيطه، انا ممكن احطها كده متقطعه عادي مش هتبان، انا بقى كنت مستعجله وتعبانه في نفس الوقت، فقلت اسهل على نفسي مش لسه هفرد بقى ايه ورقه ورقه. فقطعتها كده بالسكينه وما شاء الله كانت جميله. بس هي كانت متقطعه حاجات بسيطه، حتى لو متقطعه اكتر من كده انت هتمسكي ورقه ورقه كده تحطيها مش هتبان. بس انا ايه كنت مش قادره بقى ايه اقف وقطعتها كده بسهلها على نفسي يعني، وطلعت ما شاء الله جميله. هحط بقى نص الكميه هحط لها زبده، بعد كده احط نص التاني، نص الكميه التانية. ليه حطيت نص الكميه وحطيت لها زبده؟ عشان هي ما شاء الله نص كيلو اتقطع ورق كتير، فبشربها زبده كويس عشان يطلع مورق وطعمه حلو. هحط بقى نص الكميه التانية وهقفلها. اي بنوته بقى بنصحها اللي هي تتعلم الاكل وتبقى شطوره كده وتعتمد على نفسها وتعرف تعمل كل حاجه بايديها، حتى لما تتجوز ما تحتاجش بقى لحد يعمل لها حاجه او تطلب حاجه من حد. بنصحك برضو اوعي توافي على حد بخيل. اي شخص يجيلك بخيل ما تكمليش معاه. البخل ده حاجه وحشه جدا، وحشه جدا يعني. انتوا بالنسبه لكم ممكن حد يسمع يقول ايه البخل ده عادي، لا البخل ده يا جماعه حاجه وحشه جدا، وحشه ليكي وحشه بعد كده لاولادك. الانسان البخيل ده حياته صعبه، يعني حد بخيل ابعدي عنه. وخلي بالكوا البخل ده مش بالفقر والغنى، يعني مش ممكن تلاقي حد فقير بس حنين على اولاده، حنين على اهل بيته. إيه، الحنية دي حاجه عظيمه وحاجه جميله، يعني مش شرط اللي هو يبقى بخيل عشان معهوش فلوس او فقير، لا ده بالعكس. ممكن تلاقي حد فقير بس حنين على اولاده، عكس مع حد معاه فلوس وهو في صفة البخل، دي حاجة فظيعة. فبنصح اي بنوتة يعني ما تعاشريش حد بخيل، دي صفة وحشة جدا. والبخيل ده خلي بالكوا مش بيبقى بخيل في الفلوس بس، ده بخيل في المشاعر وبخيل في كل حاجة وفي الحنية وفي كل حاجة. فتقدملك حد بخيل اهربي منه، والله العظيم. انا بصوا بنصحكوا يعني خدوا كلامي بثقة، البخل ده صفة وحشة جدا جدا جدا. وحسب بقى ايه، يعني هي دي صفة فيه مش هتغيريها، ولو مين كلمه الدنيا كلها لو كلمته والله ما بيتغير. فأي حد بخيل ابعدي عنه. هنا بقى خلصت الصينية قفلتها معاكم وقطعتها وشربتها برضو شوية اللبن. وهنا كانت اللي باللحمة المفرومة استوت ما شاء الله طالعة جميلة. وهنا الفطير المشلتت برضو استوى. اعمليها كده في يوم جمعة فرحي بيها اولادك مع الفطار كده، تغيير بقى عن الفطار كل يوم كده. يوم جمعة كده في اجازة اولادك حاولي تعمليه، طريقته سهلة وما شاء الله بيبقى طعمه حلو قوي. وزي ما قلتلك بقى في الفيديو لما تحسي ان السمنة كتير اول ما تطلع سخنة معاكي السمنة زيادة بتصفيها عادي. ما شاء الله كده، وعاملاه بالزبدة خفيف كده وجميل. تغيير بقى عن الفطار كل يوم. ويا رب الفيديو يعجبكم، واللي ما اشتركش يشترك عشان القناة تكبر وتنجح بيكم، وادعولي دعوة حلوة كده انزلكم فيديو كل يوم وربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم. ده بقى اللي باللحمه المفرومه ما شاء الله كان طعمه حلو قوي. عامله لكم على القناه بقى بالجلاش بحاجات كتير. خشي بقى كده خدي جوله وقولي لي اكتر فيديو عجبك ايه، وعايزه اي وصفه اعملها لك اكتبي وقولي لي برضو اعملها لك.
وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنزل لكم حاجات كتير. والسلام عليكم ورحمه الله.